منطقة الألعاب للأطفال أو الشبيل بلاتس بالألماني. من الحاجات اللي بتعجبني أنا شخصيا وبحترمها في ألمانيا، في الحدائق العامة في كل مكان بتلاقي خضرة حواليك. في الأماكن دي الأطفال يقدروا يلعبوا، يضحكوا، يعملوا اللي هم عاوزينه. طبعا مفيش حد هنا ممكن يعترض أو ممكن يقولك الصوت عالي، الأطفال مش عارف إيه. الحاجات دي بتحصل كتير هنا في ألمانيا. فكل اللي بيبقى جاي وعايز يقعد هنا، اللي عايز يشرب قهوة، اللي عايز يقعد يخلي ولاده يلعبوا وهو يستمتع شوية بالجو أو يلعب مع الأولاد، كل ده متاح هنا. فدايما اللي بيجي يقعد هنا في الأماكن دي بيبقى الناس اللي عندها أطفال. فمفيش فرصة إنك تلاقي طاقة سلبية من بعض الناس تعترض على أي حاجة. صوت الأطفال، لعب الأطفال، صراخ الأطفال، الحاجات دي كلها ما بتلاقيهمش في الأماكن دي متجمعين. بتلاقيهم في أماكن تانية منعزلين عن نفسهم، بيشربوا، بيعملوا، بيتعاطوا مخدرات. ملناش علاقة بالموضوع ده. زي ما قلت، من حلاوة الأماكن هنا إنها دايما مرتبطة بالخضرة. هنا مثلا المكان اللي أنا فيه مرتبط بالمية، نهر الراين، مباشرة على نهر الراين. في كل الألعاب أو في كل الوسائل اللي تخلي الأطفال يلعبوا ويستمتعوا ويعملوا رياضة. بالإضافة كمان إن في مكان مخصص للرياضة للكبار والأطفال، وده لسه معمول جديد، لسه متجدد تقريبا من حوالي شهرين. وممكن واحد يجي كل يوم الصبح أو لو كان عنده وقت يعمل رياضة. لو انت ما عندكش فرصة انك تروح الجيم، ممكن تيجي هنا تعمل تمرينات للعقلة. كل التمارين هنا موضحة، اللي ممكن تعمله، اللي ممكن تمارسه هنا. والمكان ده مكان عام، يعني مفتوح 24 ساعة، مفيش بوابات. ده انت لو عايز تتمشى، عايز تعمل اي حاجة. دي الحاجات اللي الواحد فعلا بيحترمها في ألمانيا. احنا هنا بندفع ضرائب كتير، وطبعا بنبقى منتظرين ان يبقى فيه خدمة كويسة وخدمة مناسبة للمواطنين اللي عايشين هنا، طالما بتدفع ضرائب بالكمية دي يعني.